من قمة العاصمة من إسماعيلية معانا ومعاكم حازم الهنداوي زينب علم الدين، ومعانا الأستاذة شيماء الغياتي هتكلمنا عن نجاح ديوانها بالإسماعيلية، ومناسبة هي عضوة نادي الأدب بالإسماعيلية، عضوة عاملة وأول عضوة عاملة ينجح ليها ديوان شاعر بالإسماعيلية. أهلا بك يا أستاذ شيماء. اهلا استاذ حازم، اهلا وسهلا بيك واهلا بالقناه. و اللهم صل على النبي الكريم. انا بشكرك على الاهتمام وعلى الاستضافه. وطبعا لي الشرف. طبعا الديوان ده بالنسبه لي حدث كبير. ممكن يكون بالنسبه لاي حد الحدث مثلا لو اول كتاب بالنسبه له يبقى عادي مثلا، لا، احساس بصراحه جميل جدا. احساس يعني يقارب او يشابه احساسي بهنوده بنتي البكريه، اول فرحه في الولاده. المولود الروحي، المولود الفكري، المولود الثقافي، المولود الادبي، حاجه احساس تاني خالص مختلف تماما. اللي هو زي ما بتقول مثلا دي يعني البكريه بتاعتي دي بنت قلبي وبنت روحي. المولود الأدبي أول جنين لقلبي برضو وروحي وعقلي ووجداني. ماذا يشكل ديوان مغصوب يا قلبي بالنسبة لشيماء الغياتي؟ يمثل ثورة امرأة أو ثورة مشاعر امرأة. الديوان ده فيه خلاصة حياة، مش بكتب فيه حياتي أنا بس، أنا بكتب فيه الحياة من وجهة نظري كشاعرة وكأديبة. مواقف تخصني ومواقف تخص اللي حواليا، ومواقف تخص محافظتي، حاجات تخص بلدي، حاجات تخص العالم. عملته كان الاسم بتاعه أساسا الأول كان أوقات، وكنت مقدمة في قصر الثقافة تقريبا فيما يقارب بالظبط التقديم بتاع المسابقة، كان من 10 سنين بالظبط. وتخللها 5 بين دي ودي، يعني من 5 سنين أنا قدمت تاني. قدمت مرتين. تاني مرة كان يعني أول مرة كان اسمه أوقات. تاني مرة كان اسمه من رحم المعاناة. وكنت مرجحة ليه اسم تاني، كوكتيل أوجاع. بس ده أنا بحط النقط على الحروف علشان إيه، الأسامي دي طبعا ملكي يا جماعة، ملكية حقوق فكرية. ملكية فكرية. يعني كوكتيل أوجاع موجود، بس مش هدي الناس الجرعة أول مراحل بناء الأديبة اللي أنا بسعى ليها الحمد لله من أول رابعة ابتدائي لما قدمت. حلمك من أيام الطفولة. ايوه بالظبط كده يا استاذ حازم. السؤال ده حضرتك سالته لي واحنا بندردش كده قبل البث. ما قلتليش انك هتساله لي، بس انا افتكرته دلوقتي. ان انا من وانا في رابعه ابتدائي او ثالثه تقريبا، قبلتي ابله هدى، الله يرحمها ويحسن اليها، مامة سلوى، كانت في عثمان احمد عثمان. اديت لها كارت هديه، كارت معايده في عيد الام. فقريته وقالت لي مش انت اللي كتبتيه يا شيماء، مين اللي كتب ده؟ جميل قوي، الله. الاسلوب والقرايه، يعني ما قرأت الكلام، الله الكلام ده جميل قوي، مش انت اللي كاتبه؟ مين اللي كاتبه لك يا شيماء؟ قلت لها انا لا مش انت. لما قالت لي مش انت دي، انا عندي بابا يعني وماما معلميني الكذب ده حاجه كبيره قوي قوي قوي، واللي يكذب يخش النار، ده اكيد اللي يكذب يخش النار. يعني حسيت ان هي اهانه. لا انا ما بكذبش يا ابله، ما كانش في مثل بقى ايامها. فقلت لها لا يا ابله انا ما بكذبش على فكره، وقمت معيطه. قامت سايبه الترابيزه بتاعتها وجات لي في وسط التخت ودخلت لي وقامت بايساني وحضناني وقالت لي اتنبأ لك يا شيماء ان انتي هتكوني نجيب محفوظ التاني في مصر، وهتطلعي زي نجيب محفوظ. طبعا عايزه اقول لكم هو قدوه بقى بالنسبه لي ومثل اعلى في مجال الادب. آه، أول مرة البنت دي الطالبة اللي في رابعة ابتدائي تصطدم باسم نجيب محفوظ. من هو نجيب محفوظ؟ كان ده بقى السؤال اللي فضلت تسعى ليه الكاتبة والشاعرة شيماء الغياتي. قربت جدا من العالم بتاعه الجميل جدا، وبقيت اركز قوي في الروايه اللي اقراها واتفرج عليها فيلم. طبعا ما كانش فيه نت والكلام ده، بستنى الفيلم ده ما لو كل سنه سنتين ثلاثه بعد ما قريت الروايه استرجعه تاني وارجع اقرا الروايه تاني. كتبه كلها كانت عندي.
الكتب الصفراء القديمه دي الاصليه، الطبعات اللي هي القديمه كنت بجيبها من ايام الجامعه، اوفر على فكره المصروف بتاعي واروح اشتري الكتب بتاعت نجيب محفوظ والقراءات النقديه والادباء اللي متاثرين بيه. حسيت ان انا قدام حاجه عملاقه، حاجه كده يعني مش هتتكرر تاني. ومحدش يقدر يقلل من شأنه، نجيب نوبل. فنجيب نوبل بدأت أقرأ بقى مين نجيب محفوظ ده. وطبعا أنا الكائن اللي هو مكتبي، بدخل أي مدرسة بروح أدور على المكتبة بتاعتها، بروح أكل السندوتشات بشكر جهد الملحوظ. ومحدش يقدر يشكك في شهادتي، لان انا معروفه عني بفضل الله ان انا ما بطبلش، ولما بقول كلمه حق. وبعدين يا جماعه الانصاف وذكر المحاسن والثناء، الثناء على الشخص مش بيخليه ان هو مثلا يتغر، ولا ان هو ياخد وضع مش وضعه، ولا لا، اعطي كل ذي حق حق. فلما تقول كلمة حق دي بتخلي الواحد يستمر على الأقل خالص. النهاردة عمل سنة وغطى عليها أستاذ حازم الاحتفالية بتاعت سنة. أنا كلمت كلمة حق وقلت الراجل ده حط نفسه النهاردة تقييم زي كشف حساب، تعالوا يا جماعة حاسبوني، واللي مش عاجبه حاجة أنا مش مستني لما تخلص الدورة بتاعتي كمان سنة جاية، لا تعالوا وادوني برضو حافز ان انا هكمل معاكم. هل الموضوع مستحق؟ انا بدخل لكم في البواطن والخفايا اللي ممكن تيجي على يعني في بال اديب وصحفي محترم مخضرم زي استاذ جمال حراجي. لافته طيبه منه ان هو يعمل اليوم دوت علشان يبقى فيه تقييم وقفه، وبعدين نقطه ومن اول السطر هنكمل بقى على نور. نبقى عايزين بصفه عامه، انا ما بستناش اسمع اراء المقربين فقط، لا هو عايز يسمع اراء الاعضاء كلهم. والنهارده الباب كان مفتوح لكل اللي عايز يقول، واللي عارف حوار الندوه جه، واللي عايز يضيف واللي عايز يطلب. وانا طلبت برضو بكذا حاجه، بس احقاقا للحق لازم اقول كلمه حق. والاول مره ان انا اقول يعني ان انا مثلا في درجه ثناء مثلا لحد في منصب في مكانه في وقته، بس دي كانت احقاقا للحق، ولان انا حسيت باللي انا قلته من شويه. الراجل ده عايز هدنه، فاصل ونواصل كده، ايوه نسترد انفاسنا. طيب سنه فاتت وسنه جايه بقى بخير علينا، علشان نقول احنا هنبتدي نعمل ايه ونشوف الدنيا رايحه لفين. وده الصح، ان انا التقط انفاسي، ارتب اوراقي، ابدا من جديد على نور وعلى طلباتكم، لان السنه الجايه دي محدش هيقدر يلومه فيها على اي حاجه ما اتطلبتش، لان هو طلب وسال وقولوا لي يا جماعه. حلو قوي، حلو قوي. خبر برضو تابع لوزاره كان ادبي. الثقافه، وكان ادبي وتابع برضو للايه، لوزاره الثقافه. فده حلو قوي الدمج ده. اي سلبيات بغض النظر ان الحق ما يعني بعض الحقوق ما بتجيش كامله، بس سيبك انت اللقطه اللي هي انت كشاعر مولودك بيتناقش في البيت الادبي الشعراء والادباء، فجميل جدا، حلو. ما قدرناش ان احنا نطبع، ما قدرناش ان احنا نطبع في الثقافه، بس الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا نتناقش الديوان. واللي ناقشه كمان قامه وقيمه، استاذي وقدوتي ونبراسي استاذ احمد اسماعيل، الناقد الادبي الكبير، الاديب المبدع الكبير المتواضع. ربنا يبارك لنا في عمره يا رب، ويتم شفاه على خير يا رب. بشكره وبشكر ماما فاطمه البيك على دعمهم ليا. بجد حاجه تفرح ان يبقى في قلب بلدك ادباء كبار يدعموك. انت قد ايه بتحس ان انت قدامهم، يعني نقول ان انت، انا بنحني اجلالا بصراحه لاساتذتي، لكل واحد فكر ان هو يسند او يدعم اي شاعر. انا مش لسه في بداياتي يا جماعه الحمد لله، بس انا طول عمري بحس ان انا قدام الشعر يعني بنزوي، بحس ان انا قدام الكيان ده الشعر ده بحس ان انا بتضاءل، حجمي بيتضاءل، ان انا جنب الشعر ده حاجه كبيره. وانا اللي اخطأت في حق نفسي ان انا اتاخرت الوقت ده كله. بس انا بصراحه كشيماء كنت عايزه حابه ان انا برضو ابقى مقتنعه بشيماء الشاعره.
كشيماء الصحفية الحرة النزيهة اللي قلمها نظيف الحمد لله، تكنوقراط، مش منضمة لأي أحزاب إلى الآن. وكلمتي الحمد لله بفضل الله عز وجل ربنا بيلهمني الحق والصواب، ولا أخشى في الله لومة لائم، وأنتوا عارفين عني الكلام ده. فده قد يكون مستهلك بالنسبة لفيديوهات البث بتاعتي، أو بالنسبة لكلامي مع الناس. فلازم إن أنا أقوله وأعيده برضه في التسجيل ده. الناس في اسماعيليه بدات الافق، نظره الافق تتسع اكتر، بدات يبقى في ثقافه، اهتمام بالثقافه. الشارع الاسماعيلاوي دلوقتي يعني تحس انه كانوا في حته تانية خالص وده بقى في مكان تاني، لا بدا في انفعالات بتفاعل سوري. شباب الجامعه، ندوات استاذ جمال، رئاسه استاذ جمال حرابي، انا بشكر جهده الملحوظ.